بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكبراتشون دموجهتوش من العالم تقنيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا باللغة العربية أحب أن أقول للجميع المتابعين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير أحب أني أتكلم في موضوع من هم أحفاد النجاشي، من هم أهل النجاشي، حتى إن شاء الله أعمل له فيديو طويل وأخبركم عن التاريخ لمن يتاجرون باسم النجاشي من الإثيوبيين المسلمين والإريتريين المسلمين الذين تاجروا بالنجاشي لسنوات طويلة جدا. وأهل تجراي وأهل النجاشي أحفاد النجاشي الحقيقيين الذين الآن يقتلون ويذبحون ويقام عليهم جونوسايد أو بمعنى تصفية العرقية، هم أحفاد النجاشي. الإسلام انتشر الإسلام من تجراي من البداية، انتشر المسيحية من تجراي، انتشرت اليهودية إلى أفريقيا كله من تجراي، لأنه الأساس كان هناك. فأحب أن أخبر الناس اللي بيبعتوا ويقولوا إنه نحن إخوة. لو كان نحن إخوة فعلا تروننا نحن كإثيوبيين لما احتاج الشعب الإثيوبي كله يتكاتف من أجل تصفية العرقية لتجراواي. تجراواي لم يكن عداء مع أي أحد من قبل، بل عاش مع الناس كإخوة وكجيران، وناس كثيرين الآن يعانون بكونهم أنهم من تجراي. تاريخ النجاشي كما تعلمون الهجرة الأولى والهجرة الثانية هي في تجراي، وضريح النجاشي موجود الآن في تجراي. مسجد النجاشي عندما ضرب من قبل الإريتريين والأمحارة لم يتكلم عنه أحد، بل اتهموا الحزب التجراي على أنه هو الذي هدم الأماكن المقدسة، ولا يمكن أن يفعلوا هذا لأن هذا تاريخهم، تاريخ المسيحية وتاريخ الإسلام في تجراي. حتى في أيام منجستو هايلة مريم لم يعتدي عليه. فبالتالي الذين يقولون الآن نحن عرقيين أو نحن نتكلم بالعنصرية، نحن لسنا عنصريين ولم نتكلم عن عنصرية أحد من قبل. نحن الآن نعارض على ما يحصل تصفية العرقية في تجراي. هل هذا عنصرية؟ هل ربنا قال اقتلوا الناس وقال اعتدوا على النساء واقتلوا الأطفال وقطعوا أرجلهم وأيديهم؟ هل قال هذا ربنا؟ فأنا أتساءل بهذا الكلام للذين يدعون أنهم مسلمين ثم يتهموننا نحن أن ليس لدينا مسجد في أقسم، أن ليس لدينا مقابر في تجراي. من قال لكم هذا الكلام؟ من قال لكم؟ نحن المسلمون في تجراي أدرى بأحوالنا، أهل مكة أدرى بشعابها، فأنتم لن تتكلمون عننا وتقولون إن أهل تجراي مسيحيين وأنهم نصارى وأنهم أعداء الإسلام عشان أغلبيتهم نصارى. أي نعم، أغلبية أهل تجراي من نصارى، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الذي قال لنا ربنا يعني وجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن وجاوروهم بالتي هي أحسن وتعاملوا معهم بالدعوة. ما قال لنا اقتلوهم واسبوا نساءهم واعتدوا عليهم، ما قال لنا الإسلام هكذا. فنحن لو كنا أقلية مسلمين في تجراي هذا لا يمنع أنه هذا بلدنا وأهلنا وهم أهلنا وجيراننا، وإحنا ما عندنا مشكلة معهم. أما أنتم الذين تنادون باسمنا، نحن تتاجرون باسمنا إنه في تجراي ما في إسلام، كذابين، كذبتم. في تجراي هو أصل الإسلام موجود هناك، وهذا شيخكم الذين أنتم تعرفونه ماذا قال. اسمعوا بالأمحرية، سوف أترجم لكم. الإسلام اللي دخل على مناطق الأمحرة هو أساسه من تجراي، قاعد يقول. የእስልምና እምብርት ትግራይ ነው። ሙስሊሞችን ያስተናገደ ትግራይ ነው። መልካም ጠባይ ያሳየ የትግራይ ህዝብ ነው። ሊመሰገን ይገባል፣ ሊሞገስ ይገባል። እስልምና ናብ ክልል አምሓራ ዝኣተወ ብትግራይ፣ ሕምብርቲ እስልምና ኢትዮጵያ ትግራይ፣ ኣጋይሽ ዘተኣናገደ ትግራይ፣ ጽቡቕ ጸባይን ስነ ምግባርን ዘርአየ ህዝብ ትግራይ ክምስገን ይግብኦ።
ክናዕድውን ይግቡ። ኢማሙ ነጃሺ አቦ ሰላም አቦ ምክባር እዮም ሰብ ዘይብደለሉ ቦታን መንግስትን ምዃኖም ብነቢያችን ብነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተረጋገጸሎም ንጉስ እዮም ዝበሉ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ትግራይ ሕምብርቲ እስልምና ምዃናን እስልምና ናብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዘሰፋፍሐት ብምዃናን ብሽም ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያ ክትምስገን ይግባእ እዩ ኢሎም። የሰው ጸጋ የሰው ውለታ የማያመሰግን ፈጣሪ ጌታውን አላህን አያመሰግንም ብለዋል። هو قاعد يقول انه اصل الاسلام بدأ من تجراي وانتشر على اثيوبيا كلها. اهل تجراي هم الذين يستقبلون الضيوف. اهل النجاشي هو الذي استقبل الاسلام واستقبل المهاجرين. اهل تجراي اخلاقهم عالية. هو الان هو مفتي اثيوبيا هو الذي وشهد شاهد من اهلها، هو الذي ايضا ايد على قتل اهل تجراي، هو الذي ايضا ايد على مع ابي احمد، ولكنه قبل ذلك اعترف انه اهل تجراي المفروض اهل اثيوبيا يشكرونهم ويكونوا اوفياء معهم، لا يتجمعوا عشان يقتلوهم ويذبحوهم. اكبر ايشلم سون يمالك الله مالك ايشلم اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. ሊወደድ ሊሞገስ ይገባዋል። ስለዚህ በሙስሊሙ ስም የትግራይን ህዝብ ተነጃሺ ጀምሮ ዛሬ ድረስ ያለን ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ነቢ ሙሐመድ ጽቡቕን ዝገበረ ጽቡቕን ዝሰርሐ ሰብ ዘየመስግን ንፈጣሪኡ እውን ኣየመስግንን ኢሎም። ንሰብ ዘየኽብር ፈጣሪኡ ኣየኽብርን። ሰብ ንዝሰርሖ ጽቡቕ ስራሕ ከመስግን ክንእድ ይግብኦ። ስለዚ ብሽም ማሕበረሰብ ሙስሊም ካብ ዘበነ ነጃሺ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘለኹም ተጋሩ ልዑል ምስጋናይ የቐርብ ኣለኹ። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ታሪክ ኣሕመድ አልነጃሽ ፍቅርን ሰላምን ክመሃሩ እውን ጻውዒቶም ኣቅሪቦም እዮም። የሀገራችን መሪዎቻችን፣ አለቆቻችን፣ መንግስታቶቻችን ምን መከሰብ አለባቸው? ተይ ካብ ኣሕመድ አልነጃሺ ሰላም ሓድነት ንህዝቢ ምሕላይ ክንመሃር ይግባእ። መንግስታትና ሓለፍትና ካብ ኣሕመድ አልነጃሺ ምክብባር ተምሃሩ። መምህራን ወለዲ መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ታሪክ ኣሕመድ ነጃሺ ፍቅሪ ህዝቢ ሰላም ምክዓል ንምሃር። ለሀገር መቆርቆር ከራስ የበለጠ ህዝብን ማስቀደም የሀገርን ጉዳይ ማስቀደም እንደዚህ የሆነ እንደ ሰው ልጅ እስታለ ይወደዳል፣ እስታለ ይከበራል፣ እስታለ ይሞገሳል፣ ቢሞት ታሪኩ ያምራል። ስለዚህ ሁላችንም ላይ መሳተፍ ይገባናል። በል 1441 ዓመተ ሂጅራ በዓል አሹራ ወይ ድማ ዚያራ ኣሕመድ ነጃሽ ኣብ ከተማ ነጋሽ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ክልላት ሃገርናን ዝመፁ ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ። سمعتوا يعني هو قاعد يتكلم على انه اهل التجراي هم المفروض المسلمين في إثيوبيا المفروض يكونون شاكرين لهم، لا أن يقتلوهم، لا أن يسبوهم، لا أن يخربوا بلادهم كما يفعلون الآن. فأنا أحببت أن أخبركم في هذا الفيديو القصير إنه النجاشي وأحفاد النجاشي هم أهل تجراي وليسوا أهل إثيوبيا، وما زالوا من آبائهم من مللك من وقت المللك إلى حتى الآن يقاتلون أهل تجراي، لأنهم أهل تجراي لا يقبلون الانحناء، ما ينحنون، لا ينحنون للدكتاتوريين، للظلمة، للطواغيت. فلذلك هذا هو ما يحدث الآن. الشعوب كلها، شعوب إثيوبيا كلها من كل أنواعها تجتمع الآن حتى تفعل أو تكمل المسيرة بتصفية العرقية. هذا الذي قاعد يحدث، ونحن نعترض على هذا الشيء، لأنه لا يحق لأحد بسبب السياسة أو بسبب حزب معين أنه 4 5 6 مليون الآن يعاني من المجاعة، يعاني من التصفية العرقية، يعاني من الاغتصابات جماعية، قطع الأيدي والأرجل للأطفال، وحتى التجار اللي قاعدين يسافروا من السعودية بيدخل إلى إثيوبيا قاعدين يقولوا إن هذول أسرى، وهم مش أسرى، كذابين،
وقاعدين يأخذوا من أهل أديس أبابا بيسجنونهم ويسكروا دكاكينهم ويقطعوا عليهم الأرزاق فقط لأنهم من تجراي. والمتعاونين على ذلك هم الإريتريين. الإريتريين أيضا هم أكبر أعداء لأهل تجراي في الخلافات الموجودة الآن، بداية من جنودهم، من متعاونيهم، من الجواسيس اللي موجودين الآن في أديس أبابا في إثيوبيا وفي كل المناطق الذين يتعاونون. هؤلاء أيضا هم أعداء أهل تجراي ويتعاونون على إبادة أهل تجراي الذين خاصة يتكلمون اللغة العربية. تجدونهم في التويتر، تجدونهم في كلاب هاوس، تجدونهم في كل مكان ويدعون أنهم من تجراي. هم ليسوا من تجراي، ليسوا من تجراي. الأمحار الذين يتكلمون العربية ويعملوا حالهم أنهم من التجراي ويتكلمون عن حزب ويانة أو حزب تحرير الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، فهؤلاء ليسوا من تجراي، فليسوا من تجراي. نحن لا يهمنا الآن الحزب، احنا يهمنا الشعب. الشعب يحتاج إلى مساعدة، الحرب يجب أن تتوقف، الناس يجب أن يجدوا ما يأكلونه وما يشربونه، وهذا هو الذي يهمنا. أما من تدعون أنكم إخواننا فهذا كذب. مجرش علي لأن أنت الأمارنيا ለምንድን ነው እንደዚህ ብለሽ የምትናገሪ? ለምንድን ነው እንደዚህ ብለሽ የምትወጭ የምትሉ? ደግሞ አላህም ያለው ህዝብ እየጠፋ እየተገደለ እየሞተ ዝም ብላችሁ እዩ አላለም። መናገር አለብን፣ ምክንያቱም ይሄ ዙልም ነው። ወዙልሙ ዙሉማት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال لا تظالموا ان اني حرمت الظلم على نفسي وحرمته فيما بينكم فلا تظالموا ብሎናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትበዳደሉ ብሎናል። እናንተ ዘረኛ የምትሉ ዘረኞች አይደለንም። እንደ ትግራዋይ ዘረኛ ያልሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ትግራዋይ ነው ከማንም ኑሮ ተከባብሮ የሚኖረው። ውሸታሞች ናቸው እናንተ ዘረኛ የምትሉ። ለዘረኝነት አይደለም እኔ የወጣሁት። እስልምና ምን እንደሚል በደንብ አርጌ አውቃለሁ። ዘረኝነት መቼ እንደሆነ አውቃለሁ። እናንተ ነው ዘረኞች፣ እኛ አይደለንም። ህዝብ እየጠፋ አንዳንዳችሁ እነዚህ ክርስቲያኖች ናቸው። ክርስቲያን ቢሆኑም አንድ ሰው ሊሞት እኛ አንፈልግም። ወላ ድንጋይ ቢያምኑም አያገባችሁም። እሱ የአላህ ሂሳባቸው ነው። እናንተ ምን አገባችሁ? እናንተ የራሳችሁ ሐቅ ብቻ አድርጉ። በህወሓት ምክንያት አረጋችሁ ህዝብ ትግራይ 4 5 6 ሚሊዮን መሞት አለበት? ምን አይነት ውሸት ነው የምትናገሩት? አብይ አህመድ ለእናንተ ስለጠቀማችሁ ነው? እስኪና ያለን እኛ ግን እጃችን አንሰጥም። አሁንም ሐቃችን ያወጣናል። እናንተ ሙስሊም አታረጉንም፣ እናንተ ጀነት አታስገቡንም፣ እናንተ ጀሃነም አታስገቡንም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው። እንኳን እናንተ ሰዎች አንቢያቶች ራሱ በእጃቸው አይደለም ጀሃነምና ጀነት፣ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ነው። የማን ቀልብ ነው አላህ የሚያውቀው። እናንተ ግን ተሳደቡ፣ የፈለጋችሁ በሉ። እኔ ለህዝቤ እስከ መጨረሻ ቆማለሁ። ምክንያቱም የተበደለ ህዝብ ስለሆነ የተበደለ ህዝብ እኔም እዛ ገብቻለሁ። ትግራዋይ በመሆኔ እዛ ኢትዮጵያ ብሄዳው እንደምትገድሉኝ ነው የማውቀው። ስለዚህ ይሄን ለዚህ አትቃወሚ አትውጪ የምትሳደቡ የምትጽፉ እኔ ለዛ ወደ ኋላ አይመልሰኝም። ገና እነ ጀማል በሺር እነ ሌሎች ውሸታሞች ገና ይጋለጣሉ ታያላችሁ። ስለዚህ ይሄን መልእክት ነው አሁን ማሳለፍ የፈለኩት። በደንብ አድርጌ እስከምመለስ لغايه ما ارجع لكم بمواضيع اوسع بما يفعله الكذبة والخونة ومتعاونين مع الظلمة. هؤلاء الناس يجب أن يفضحوا، ويجب الناس أن تعرفهم، ويتاجرون بالدين ويدعون نحن عنصريين. نحن لم نكن عنصريين أبدا. نحن عشنا مع كل الشعوب باحترام، ودخلنا في كل المناطق في إثيوبيا، في أورومو، في أمحارة، كله اشتغلنا وبنينا بيوت وفتحنا بيوت. لو نحن عنصريين لما فعلنا ذلك. الآن نحن نطرد من كل مكان، يخرجون التجراوي من أديس أبابا وكأنه حشرة وكأنه مش إنسان، يتعاملوا معه بمنتهى القساوة. فنحن عنصريين، أنتم العنصريين. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيروا لو سمحتوا لكل من الناطقين العربية ولكل الناطقين الأمحارية.